السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية في قناتي، قناة موني لايف ستايل، ومعاكم منال سليمان. لو انت أول مرة تشوفي القناة ما تنسيش تدعميني بسبسكرايب وتدوسي على الجرس علشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بنزله وتستفيدي معايا في القناة. أولا بشكر 6000 مشترك، إن أنا وصلت ل 6000 مشترك. بشكركم جميعا وبشكركم على اهتمامكم بقناتي والاسئله اللي بتسالوها. كل ما بتسالوا اكتر بحس ان انتم متفاعلين اكتر. بحبكم قوي، ويا رب تكونوا شفتوا الديزاين بتاعي، ديزاين موني ستايل. خلاص هانت، هستلم خلاص من المصنع وهبدا خلاص اوزع في محلات اسكندريه ان شاء الله والقاهره. وتابعوا الديزاين الجديد. والنهارده انا لابسه لكم اللون الابيض، وجربتها اني البسها تحتيها بندانه سودا، وعملت لكم كمان بندانات جديده بشكل جديد هنزلها لكم على الانستجرام. ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي تفاعلي معايا على الانستجرام بتاعي منى 18، هتلاقي فيها كل الصور وفي كمان كل الميك اب اللي بشتريه والنصايح اللي بقولها للبشره وللميك اب، وخصوصا للبنات والسيدات اللي عايزين دايما يكونوا اجمل سيدات العالم. والنهارده هاخدكم الجوله. من زمان ما طلعناش جولات مع بعض نعمل شوبينج ونتفرج على حاجه جديده، وهي كنت كلمتكم عنها قبل كده، وهي أوتود هاوس. أوتود هاوس دي ماركه كوري، ولو كنتي حتى في بلد ما فيهاش أوتود هاوس بس لازم تعرفي كل الماركات اللي حواليكي وتعرفي المنتجات الكوري والاجنبي والانجليزي والمصري وكل حاجه لازم تعرفيها. يلا بينا على الجوله علشان ما نتاخرش ونتفسح سوا مع بعض في الويك اند مع أوتود هاوس. بحبكم قوي، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب لكل البنات اصحاب. يلا بينا. ودلوقتي انا وصلت الجراند افينيو. احنا عندنا الافينيوز انا يمكن صورت فيه قبل كده في ايكيا، وصورت فيه في دابنهامز، لكن ما روحتش الجراند خالص. اللي انا صورت فيه عاده هو بنسميه الفيرست افينيوز او الفيرست افينيو، اللي هو الجزء القديم. لكن انا دلوقتي وصلت عشان اروح أوتود هاوس. لو انت عايشه في الكويت لازم هتروحي على الجراند او اللي هو نيو افينيو. عاملين في الجراند جزء كده لكل البراندات، كانك في جزء من اوروبا مثلا او انجلترا. بتحس انك داخله مكان مش في الكويت خالص او مش في بلد عربي، اكنك في بلد اوروبي. زي ما انتم شايفين الديكور عامل ازاي. هتلاقي كل البراندات اللي ممكن تشوفيها بره هتلاقيها موجوده في جراند افينيو. طبعا الناس اللي عايشه في الكويت محدش ما راحش الجراند افينيو. هتلاقي هنا ديور، هتلاقي برادا، هتلاقي فندي، هتلاقي الفي، كأنها جزء من أوروبا بالظبط. ما بيعملوش خالص في المكان دوت أي نوع من العروض إلا نادرا. عندنا شانيل كمان، أقرب لكم شوية تشوفوا شانيل. هتلاقوا المكان فاضي. أنا بصور في يوم، بدأت الفيديو في يوم كان ويك اند. رحت المكان اللي كنت هعمل لكم فيه الشوبينج او المكان اللي كنت هعرض لكم فيه، لقيته زحمه جدا عشان كان فيه عروض، فاضطريت ان انا اكمل لكم الفيديو في يوم تاني يكون ما يكونش فيه ويك اند ويكون فاضي. وانا نازله طبعا وركنت بسيارتي في المكان ده، حبيت اوريكم المكان دوت هادي وما فيهوش حد. احنا النهارده يوم الاثنين. يوم الاثنين عاده ده في وسط الاسبوع قليل قوي لما بتلاقي حد نازل او ناس كتير نازله، فتقدري تستمتعي بالشوبينج في الايام اللي هي في نص الاسبوع. وعشان المدارس كمان احنا بدات عندنا في الكويت. ده شانيل اهو. وده المكان او الكورنر اللي بنسميه كورنر البراندات. دلوقتي انا بطلع منه بعد ما ركنت. بتطلعي على من الجزء بتاع البراندات بتروحي على الاماكن بقى انها برضو جزء من مش عارفه اقول لكم ايه، من امريكا، جزء من اوروبا. طبعا انا ما سافرتش امريكا، بتمنى ان انا اسافر امريكا. هنمشي مع بعض كده ونشوف هنروح لحد فين. فيرست افينيو والسكند افينيو او اللي هو النيو افينيو.
الجزء اللي هناك اللي هو فيه ايكيا وفيه اللي انا صورت لكم فيه قبل كده الجزء بتاع دابنهامز. لكن دلوقتي هم فصلوا دابنهامز من الفيرست افينيو وحولوه للنيو افينيو. وده جوسي كونتور اهو. وبعدين هنمشي بقى مع بعض. كل الاماكن هنا او الجزء بتاع السكند ده زي ما قلت لكم فيها الحاجات البراندات الكبيره او الهاي اند. دي لاكوست ملابس. ده محل ياباني اسمه موجي او موجي. حاجته فيها كلها منتجات يابانيه. هو غالي شويه لكن فيه افكار حلوه قوي. هبقى ان شاء الله اعمل لكم فلوج عليه خاص بيه. طبعا عايزه اقول لكم ان الممر ده في الويك اند ما اقدرش خالص امشي فيه بالهدوء ده، بيبقى زحمه جدا. كل الناس بتقضي الاجازه بتاعتها في الافينيو. هو طبعا مكان زي ما انتم شايفين واسع. زي ما قلت لك بتحسي انك بره مش داخل الكويت، فالناس كلها بتحب تيجي فيه ولانه مكيف. يعني انتوا شايفين المكان مغلق لكن سوق، تحس ان هو سوق طبيعي كانه بره. والمفروض ان الجزء اللي فوق ده تحسي انك في الهواء الطلق، لكن هو مكان مقفول. ده هنا الجزء اللي هيطلعنا على H&M. وده اتيليه اذر ستور مشهور جدا. اذر ستورز اعتقد موجود بره، بس فين بالظبط مش هكدب عليكم. لما اسافر بقى ان شاء الله بقول لكم موجود. هو عامل عرض في حاجات باي 2 جيت 1 واعتقد في حاجات باي 1 جيت 1. هنشوف مع بعض الشوب وهنشوف. يا رب يعجبكم الفلوج النهارده او ريفيو النهارده عن تود هاوس. اول كورنر دخلناه اللي هو بتاع الهير، البادي اند هير زي ما انتم شايفين. اعتقد هتشتري 3 حاجات بسعر حاجتين، يعني ممكن تختاري 3 حاجات وهتدفعي بس سعر قطعتين. ودي الحاجات الخاصة بالبرفيوم. انا مجربتش البرفيوم بتاعهم لكن ان شاء الله لو اشتريت حاجة طبعا هعمل لكم مشتريات. نبدأ بقى من هنا السكين كير. في عندهم اعتقد 1 2 3 4 5 لاين او 5 انواع للسكين. بتاخدي لاين كامل يعني من غسول لتونر لكريم ليل لكريم نهار لسيرم.
عندهم اكتر من لاين. فايتال ووتر ده حلو جدا برضو، عبارة عن الاي سيروم والسيروم والفيشيال تونر، بيبقى لاين كامل اهو زي ما انتم شايفين. اوكي، ده اللاين اللي بعده اللي هو اسمه وايت سي، نفس الشيء هتلاقي فيها برضو التونر والغسول والكريم. والعرض النهارده انك تشتري قطعتين وتاخدي التالتة مجانا، بس تحاولي تقربي من الاسعار لان بياخدوا اكبر سعرين بيحاسبوكي عليه. اوكي، ده الكولاجين اللي كلمتكم عنه قبل كده وجبت منه ال السيرم بتاعي اللي هو ده، اللي هو الايسنس. ده السيرم اللي انا استعملته، خطير جدا. وفي معاه الكلينسينج فوم، انا لسه مجربتش اللاين كله، ومعاه التونر بس الجزء بتاع الكولاجين. وفي منه الماسك بتاعه كمان حلو جدا، الماسك والكريم تحفه، لان انا جربت الماسك بتاعه ده. خدت منه عينه اللي هو اسمه ووندر بور، ده تحفه كمان جدا. عارفين في ريحه نعناع كده بتخلي طبعا قلم الحواجب نفس فكرة كيكو على فكرة. عندهم برضو بالت الحواجب دي، بالت اي شادو اخدين 1 جيت 1، دي سعرها 15 دينار، يعني هتشتري كأنك اشتريتي حاجة ب7 دينار. طبعا لو ليكي واحدة صاحبتك ممكن تختاروا وتقسموا انتوا الاتنين مع بعض اهو. دي 1 جيت 1، ممكن تاخدي 2 بالت، دي سعرها 10 ونص، بس مش عارفة طبعا السواتش بتاعهم اخباره ايه. لا كويس، في منه شمر وفي منه حلو، يعني ممكن اخد دي ومعاها مثلا حاجة تانية ب15 دينار، كريم او حاجة. يبقى انا خدت حاجتين، يعني ممكن اخد اي شادو، ممكن اخد معاه مثلا كريم كولاجين او حاجه. دول الاي شادوهات، بتشتري 2 وتاخدي التالتة مجانا. سعر الواحده بصوا الجليتر كله 1 جيت 1، الجليتر اللي هو الطري ده انا ممكن اخد منه، بحب الجليتر قوي، او الكريمي اي شادو، الكريمي بتاعهم حلو جدا على فكره. دي هتبقى 1 جيت 1، ممكن اخد منه مثلا الذهبي او المشمشي. ودي الالوان المط، الوان المط اعتقد سعرها 2 دينار، وبتاخدي 2 والتالتة مجانا، يعني هتاخدي ب6 دينار هتاخدي 3. بصي الالوان الزيتيه الخطيره، دي الوان الاي شادو. ده البلاشر ومعاه لونين، في كذا لون، درجتين دول. ودي بلاشر واحدة بس، ودي البودر. دي الماسكات اللي انا استعملتها قبل كده، استعملت اللي هو الليفتنج كير، وعملت لكم قبل كده فيديو عليه. المرات دي عاملين العرض تشتري 2 وتاخدي التالت مجانا، هو الواحد ب2 دينار، فهشتري 2 وهجرب اكتر من نوع. ده مكتوب عليه الايج كير، وده الليفتنج كير، ودوت الفيتال كير، فهاخد التلاتة دول وهدفع بس سعر 2. فطبعا الماسكات دي حلوه جدا، فيها 2 ستيب،
بتحطي الاول الكريم وبعد كده بنحط عليها الشيت. دي ماسكات استعملتها اكتر من مره. حاجات تانية كتير هتستفادي منها وتقدري تعملي منها شوبينج. باي باي.